تخيل معايا تجيك رسالة من عندك نتايا ولكن من هنا ل30 عام. في نظرك شنو غادي يكون فيها؟ واش غادي يكون فيها شكرا حيت تهليتي فيا وفكرتي فيا بكري، ولا غادي يكون فيها حشومه عليك حيت تعديتي عليا وتكرفتي عليا وما فكرتيش فيا؟ شحال من واحد ومع الاسف ما كتضربوش الفيقه حتى كدوز 21 ولا 30 عام عاد كيفكر وتيقول دوازت الفلوس، ومع الاسف ما درت بهم حتى حاجه. دوازت الفلوس ولكن ما فكرتش في اليوم اللي عندي 60 ولا 70 عام، ما فكرتش في هذا النهار. شحال من واحد اللي حتى شد التقاعد ديالو عاد لقى راسو المدخول ماشي هو نفسه، ولكن مع الاسف حيتاش ما فكرش في راسو فاش كان صغير، حيتاش ما فكرش في راسو فاش دوز الفلوس، حيتاش ما فكرش في راسو حيتاش كان عنده الجهد واحد الوقيته، مع الاسف تيلقى راسو مضطر انه يصرف على راسو وانه يخدم واخا هو ما قادرش. فمع الاسف بزاف ديال الناس في العمر ديال الشباب ديالهم اللي تيوقع انهم تيعيشوا بمبدا نعيش اليوم وغدا يحن الله. انايا علاش خدام؟ انايا خدام باش نبرع راسي، انايا خدام باش انني اللي بغيتها نديرها، خدام باش الا بغيت نسافر، خدام باش نكتشف الدنيا، خدام باش نكتشف دول وحدين اخرين، خدام باش نبرع راسي. تينسى الوقت كيتبدل، الحياة كتبدل، الظروف كتبدل، وانت براسك كتبدل، والجهد اللي عندك اليوم با فورسيمون غادي يكون عندك غدا. ففكر في راسك اليوم وفكر في راسك حتى غدا، باش غدا ان شاء الله تشوف واش نتايا فعلا فاش توصل واحد النقطه ديال انك ما قادرش ولا ما باغيش تخدم، واش غادي تكون عندك هاد الاحتماليه ديال انك ما تخدمش، واش غادي تكون عندك هاد القدره ديال انك ما تخدمش، هذاك اللوكس ديال تقول انا يا صافي ما بغيتش نخدم اولا غير بغيت نرتاح واحد الشهر ولا شهرين. فالواحد يفكر في اليوم ويفكر في غدا. فاول حاجه بعدا نعرفوا علاش هذا المشكل تيوقع. هو في الحقيقه كاينين اسباب متعدده. غناخذوا اول سبب وهو ان الانسان تتكون عنده رؤيه محدوده، كتشوف حدا رجليك، كتشوف في اليوم، كتشوف غير اليوم، بحال عندك واحد الصور دايرين لك واحد الصور قدامك، فبالتالي ما كتشوفش ما وراء هذاك الصور. انت كتغطي الرؤيه ديالك، كتكون عندك ديك الرؤيه محدوده كتغطيها، فبالتالي كيبان لك اليوم، كيبان لك غير شويه من غدا. شنو هو داك شويه من غدا؟ ديال انك تبرع راسك، ديال انك تمشي هنا وتمشي هنا وتشري هذه وتشري هذه وتستهلك 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 فقط. وانما ما وراء هذاك الصور ما تيبانش لك. كاين انت لا فيرسيون ديالك انت ديال غدا، لا فيرسيون ديالك انت فاش غادي تكبر، لا فيرسيون ديالك انت وكيفاش غادي تكون من بعد. ففاش كتكون عندك الرؤيه محدوده وكتشوف حدا رجلك، فطبيعي جدا انه هاد من هنا 3 سنين وانتيا فاش غادي تكون، فاش ما غاديش يبقى عندك الجهد او لا ما غيبقاش عندك غير الخطر، هذاك الصور اللي بينك وبين غدا حاول انك تحيدو، حاول تحيد هذاك الصور. شوف ما وراء رجليك، ما تشوفش حدا رجلك، شوف ما وراء ذلك. تخيل راسك من هنا لواحد 20 عام، تخيل راسك من هنا لواحد 10 سنين كيفاش غادي تكون. ودايوغ اون بارلون على هذه القضيه ديال الجهد، انا من الناس اللي تقالت لي واحد النهار واحد السيد بيني وبينه 20 عام قال لي خديجه مازال غادي تعياي. تنقول انا في العشرينات ديك الساعه تنقول كيفاش غادي نعيا، انا عندي جهد، انايا كنبغي خدمتي، انا كنعشق خدمه ديالي، فمستعده انني نخدم ديما وما عنديش مشكل. ديك الساعه كانت كتبان لي الهضره ديالو ماشي واقعيه نهائيا. اليوم ماشي عييت وانما تبدلت، النظره ديالي للحياه تبدلت، النظره ديالي لراسي تبدلت. فحيتاش انايا وليت كنقدر راسي اكثر، وحيتاش انايا وليت كنعرف انني كنستحق ما احسن، فاقل حاجه نديرها انني نسيكوريزي شي شويه غدا ديالي، باش حيتاش انا كنستحق ما احسن، فمن حقي انني نفكر الغدا، ومن حقي انني نبلانيفي الغدا، ومن حقي انني نوجد ليه ما احسن. فالواحد ما يقولش انه انا غنبقى هكا دائما. والسبب الثاني اللي مرتبط بالسبب الاول وهو ان اصلا الناس عندهم هذه الاشكاليه وما تيقدروش انهم يتخيلوا ريوسهم من هنا ل20 عام ومن هنا ل30 عام. فاش كتسول شي واحد واش كتخيل راسك من هنا ل70 عام، بزاف ديال الناس يقولوا من هنا انا غنعيش حتى ل70 عام. ولا عشتي حتى 70 عام كيفاش بغيتي تعيشها؟ واش غتبغي تعيشها بصحه مزيانه؟ واش غادي تبغي تعيشها وانت مرتاح ماديا؟ كيفاش غادي تبغي تعيشها؟ هنا تيجي عدم التقبل ديال العمر، ديال ان الانسان ممكن انه يكبر. فبغينا ولا كرهنا غادي نكبروا.
الانسان يعيش العمر ديالو مزيان، ولكن في نفس الوقت يفكر انه غادي يعيش واحد العمر واحد اخر. فكيفاش بغيتي تعيشو؟ حيت انت اللي غادي تحدد كيفاش غادي تعيش هاد الغدا. واش متفقين؟ السبب الثالث وكنلقاه هو من بين اكثر الاسباب اللي فعلا الناس كتاخذو وكتخدم به، انهم ما تيفكروش ما وراء داك السور كيف قلت الغدا. حيت بالنسبه ليهم كيقول لك انايا كنستحق، جو ميريت، حيتاش انايا كنخدم بزاف، وحيتاش انايا كنخدم فانايا كنستحق نسافر، فانايا كنستحق نمشي نشري، فانايا كنستحق ندير شوبينغ، فانايا كنستحق. مع الاسف الواحد تيطيح في هذاك الفخ ديال انه كيستحق، ولكن هو في الحقيقه راه غير كيستهلك وتيهلك راسو في نفس الوقت. فحيتاش نتايا كتستحق، راه كتستحق انك تعيش واحد النوع ديال التوازن بين اليوم وبين غدا، ماشي غير كتستحق فتعيش اليوم وتقول لا انايا كنستحق. وهو في نفس الوقت الفخ اللي ما تيخليش الواحد انه تيفكر في غدا وتيفكر في المستقبل ديالو. فهادو هما الاسباب. دابا السؤال، واخا كيفاش غادي نقدروا اننا نخرجوا من هذه المساله ونوليو نفكروا في هذا الشيء اللي جاي؟ فبالنسبه لكيفاش كاينين خطوات، ولكن انا تنعتمد اكثر حاجه وهو المايند سيت. حيت الا كان المايند سيت ديالك ماشي هو هذاك، فطبيعي جدا ان النتائج غادي تكون ماشي هي هذيك. فالواقع ديالك كيتكتب بالافكار ديالك، فاذا كانوا افكار ديالك راه ماشي هما هذوك، فطبيعي جدا ان الواقع ديالك حتى هو غادي يكون ماشي هو هذاك، وغادي يكون انعكاس ديال هذاك الشيء اللي عندك. فاذا بقى عندك في دماغك نستهلك ونسافر حيت انا كنستحق، فراه هادشي اللي غادي يوقع. اول حاجه خاصك تعرف انه انت ديال غدا كتبنيه اليوم، راه ما كاينش اللي غادي يبني لك حياتك من غيرك نتايا. فكون واعي، هذاك الشيء علاش كنقول المايند سيت. فاش غادي تكون واعي انك انت ديال غدا راه من اليوم كتبنيه، فبالتالي النتائج اولا القرارات اللي غتاخذ اولا لي زاكسيون اللي غادي تاخذ اليوم غادي تاخذهم على اساس انك كتبني غدا ديالك. مهم جدا انك دير في بالك ودير في المايند سيت ديالك، في الفكر ديالك، انك انت ديال غدا كتبنيه اليوم. فمن دابا خذ خطوات عمليه اللي غادي تقدر توصلك لهذاك الشيء اللي بغيتي ان شاء الله من بعد في التقاعد ديالك. ودير في بالك انه نهار طيح راه با فورسيمون غادي تلقى اللي يعاونك، ماشي ولا بدا غادي تلقى اللي يعاونك. وماشي حيتاش انت في واحد الوقت كنتي عاونتي شي ناس راه تا هما غادي يعاونوك، ليسوا مجبرين يعاونوك، وفي نفس الوقت ممكن ما تكونش عندهم القدره انهم يعاونوك. فباش تفادى اصلا انك تكون محتاج شي واحد، ففكر في راسك الاولويه ليك نتايا. فدير في بالك انه مستقبلك راه بين يديك نتايا. هذيك القضيه ديال انايا كنستحق حيت انايا خدام، هذه القضيه خاصها تحيد. خاصك دير في بالك انه حيتاش نتايا تميريت، راه كتستحق انك تعيش في واحد النوع ديال الامان، كتحتاج انك تعيش في واحد النوع ديال الاستقرار حياتك كامله، ماشي غير في واحد الوقيته. شوف الناس اللي حاليا في لاج ديال 60 عام ولا لاج ديال 70 عام، حاول تبروجتا. شوف خذ نموذج ديال واحد اللي عايش وبخير وعلى خير، عنده لا غوتريت ديالو، عنده باش يقضي، عنده لي بارن ديالو تيهز منه. وشوف واحد اللي خدام بزز عليه يخدم، وإلا ما خدمش ما يقدرش انه يعيش. فكتستحق انك تعيش اليوم بخير وعلى خير، وغدا هو تعيش بخير وعلى خير. الحاجه الثالثه واللي عمليه، بدا بمبالغ بسيطه. الانسان يبدا في الادخار بمبالغ بسيطه، مبلغ بسيط راه بيه شويه بشويه. فاش غادي تدوز هذيك 20 عام ولا غادي تدوز هذيك 30 عام غادي تلقاه. حيت الا ما فكرتيش بهذا الشكل، والا قررتي انه انا نعيش اليوم وبقيتي كتشوف حدا رجليك وما درتي حتى حاجه، فالنتيجه اللي غادي تكون انك كتعيش كتدخل فليسات. هذوك الفليسات مع الاسف غادي يمشيو، عمرك ما غتفكر دير لا ادخار عادي ولا ادخار ديال التقاعد، عمرك ما غتفكر ديرهم نهائيا. امتى غادي تضربك الفيقه؟ فاش غادي تقول انا عندي مصاريف وما بقاش عندي نفس المدخول وما بقاش عندي نفس الجهد وما بقاش عندي نفس الخاطر، كيفاش غندير؟ وديك الساعه تقدر تعيش في الندم. عندك مدخول، خذ من هذاك المدخول واحد البورسنتاج وبدا به. اللي ما يضركش بورسنتاج، اللي ما يضركش خذو، دير لي بارن ديالك وحطو دو كوتي ونساه.
ليطاب الرابعه تقدر تكريي كونت ديبارني روتريت ديال كريدي دو ماروك اللي غادي ينفعك النهار ما غيبقاش عندك هذاك الجهد والنهار ما غاديش يكون عندك هذاك الخطر. بشويه بشويه على ساعه تخدم عليه، شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه. فاش غادي توصل ل 60 عام، فاش غادي توصل ل 70 عام، ديك الساعات غادي تلقاه حداك. ديك الساعات غادي تلقى انك على الاقل عندك باش غادي تصرف، عندك باش غادي تعيش، عندك باش تختار واش تخدم وانت مرتاح ولا تختار انك تخدم وحيتاش بزز عليك. فالخلاصه انه ما كاين حتى شي مشكل في انك تعيش اليوم، وفي انك تبرع راسك، وفي انك تصرف، وفي انك تعيش العمر ديالك. ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس هذا هو الاصل. ولكن في نفس الوقت فكر في غدا يكون واحد النوع ديال التوازن، ودير في بالك ان انت ديال غدا كتبنيه اليوم. دابا قول لي في هذه الرساله اللي غادي تجيك في نظرك شنو غادي يكون فيها؟ واش غادي يكون فيها ياه سنوات وانايا خدام، ياه شحال وانايا كنخبط، شحال وانايا كندمر، شحال وانايا خدام ودوزت الفلوس ولكن مع الاسف ما فكرتش في هذا النهار؟ اولا غادي يكون فيها الحمد لله فقت بكري وخديت خطوات بكري، والحمد لله اليوم انايا عايش مرتاح، عندي لي بارني روتريت ديالي اللي غادي نقدر نرجع ليه وغادي نقدر انني نعيش به في نفس المستوى. الاختيار كيبقى ديالك، ما كاينش اللي غادي يختار لك، ما كاينش اللي غادي يحدد لك هذه الحياه من غيرك نتايا. حياتك راك تعيشها نتايا، ما كتعيش الحياه ديال الناس اخرين، وحتى الناس الاخرين ما غاديش يعيشوا الحياه ديالك. واش متفقين؟ فالخلاصه انه ما كاين حتى شي مشكل في انك تعيش اليوم، وفي انك تبرع راسك، وفي انك تصرف، وفي انك تعيش العمر ديالك. ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس هذا هو الاصل. ولكن في نفس الوقت فكر في غدا، ماشي تعيش غير اليوم وتنسى غدا، لا، يكون واحد النوع ديال التوازن. ودير في بالك ان انت ديال غدا كتبنيه اليوم.